مرحبا بكم اليوم في برنامج بوليتيكا. معنا إنسان رجل أعمال سياسي معارض قبل وبعد 14 جانفي. شارك في الحركة الطلابية كما نشط داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. انخرط سنة 1976 في الحزب الشيوعي، وهو من الأوائل الذين تحمسوا لتحويل الحزب الشيوعي إلى حركة التجديد. ترشح لانتخابات مجلس النواب لأول مرة سنة 1994 في ولاية تونس، ثم المرة الثانية سنة 99 في ولاية صفاقس، والمرة الثالثة كانت سنة 2009 في ولاية ريانا. هو من مؤسسي حركة التجديد من قبل 14 جانفي، الذي يعتبر من أكبر الأحزاب المعارضة وقتها وبعد الثورة التونسية بطبيعة الحال. وبعد دخول حركة التجديد في القطب الحديث الديمقراطي والتفرغ بعد ذلك إلى حزب المسار، نجد رجل الأعمال التونسي طارق الشعبوني قياديا في حركة نداء تونس. مرحبا بك طارق الشعبوني. بكم أكثر. طارق الشعبوني، ما كل هذه التحولات السياسية ولماذا استقريت في نداء تونس بالذات؟ أولا نداء تونس هو حزب مفتوح لجميع التونسيين، ونشأ بعد الصدمة الكبيرة اللي هي كانت انتخابات 23 أكتوبر. برشا ناس أكدت أنها انتخابات نزاهة، قد تكون كذلك ولو هي تشوبها بعض النواقص، لكن الانتخابات هذه تفتقر إلى شروط سياسية، وهي ما هيش في الواقع الأمر ما هيش انتخابات تعددية، لأن في الانتخابات 26 أكتوبر لم يكن هناك إلا مسابق واحد اللي هو حركة النهضة، ولم يكن له أي منافس حقيقي، ولا يمكن بناء ديمقراطية بحزب واحد وحزيبات أخرى. يلزم، وبما أن حركة التجديد والكتب اللي أسسته ما نجحش في انتخابات 23، كان من الضروري البحث عن حل سياسي آخر يحدث التوازن في المشهد السياسي التونسي. لهذا السبب استقريت في نداء تونس. نعم، لهذا السبب استقريت في نداء تونس أنا ومجموعة من مناضلي حركة التجديد. باعتبارك خبير في السياسة بحكم بلوغ 35 سنة نشاطا في الأحزاب، لو يمكن أن تفصل لنا الوضع في تونس من الثورة إلى الآن سياسيا. الوضع يتميز بانفراد حركة النهضة في السلطة، والحال أنها ليست حزب أغلبي، والحال أنه تبين أنها غير قادرة على تسيير البلاد، والحال بين أنها يجب أن تفتح المجال، وأنها صارت تتعثر في المسار الديمقراطي، وأنها يجب أن تفتح المجال باش مجمل القوى ومجموع القوى السياسية يقوموا بإصلاح الوضع السياسي وليس حركة النهضة وحدها. وبالأخص أنت رجل الأعمال اقتصاديا، كيفاش كنت ترى تونس من الثورة إلى الآن؟ تونس بالثورة أولا كان تم قبل الثورة نظام تسلطي، ولكن تحققت فيه مكتسبات، ولكن اليوم يلزمنا بعد ديمقراطية نحلوا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة اللي تحيط بتونس، وبالتالي يلزم توافق وطني عريض وبرنامج ياخذ برنامج اقتصادي واجتماعي لمدة 3 4 5 سنوات يعالج المشاكل الاقتصادية الكبرى، وبالخصوص البطالة. وبعد طبعا يلزم يتحقق الاستقرار، وقت اللي يتحقق الاستقرار ترجع السياحة وترجع الاستثمار، وبهذاك نعاودوا نرجعوا التشغيل وبما في ذلك تشغيل الشباب، ولو أنه يلزم تغييرات هيكلية، لكن خلينا في عامين 3 على الأقل نرجعوا مستوى نشاط الاقتصاد كما كان قبل. حسب علمي فأنت تندرج من عائلة سياسية بالأخص، وزوجتك قيادية في حركة نداء تونس، وكانت معك أيضا في حركة التجديد. رأيك؟ أولا الالتزام السياسي هو شخصي، وبالتالي ليس لا بالوراثة ولا بالزواج، وبالتالي زوجتي كانت في الحزب الشيوعي ولم تنضم في حركة التجديد إلا بعد 14 جانفي. دونك كل واحد منا عنده مسار نجم نقولوا موازي، ولكن مش ديما مشابه لبعض، ولكن ديما نأكد اللي الالتزام السياسي يلزم يكون مبني على قناعة شخصية، وبالتالي احنا نعيشوا مع بعضنا انا وزوجتي، لكن كل واحد يفكر بطريقته. طارق الشعبوني، قمت بنقاش مع الرئيس منصف مرزوق على قناة حنبع، لو تفسر لنا محتوى هذا النقاش. والله هو وقتها جات فرصة باش نحكي مع منصف المرزوقي، وانا نتذكر منه حاجة وحيدة، هو انه منصف المرزوقي بصفة غريبة شكر النموذج المصري، وتفكر لي انا جاوبته وانه قلت له راهو تونس خير من مصر،
وانه الديمقراطيه اللي يعملوها العسكر ويعملوا يجيوا يناديوا الواحد باش يعمل دستور في 10 ايام ما تنجحش. وعلامة ذلك حتى كيف توا الجنرال السيسي رجع وعملوا هيئة دستورية ما ظهرليش قاعدة تقدم ياسر في العمل بتاعها. هو السيد المصرف مرزوقي رجع في القرارات نتاعو وطالب بإخراج الرئيس مرسي. والله ايش تحب نقول لك انا، هو تقلباته الشخصية ما نستغربش منها. تبقى المسار الشيء اللي يؤلمني هو مسار الثورة التونسية، وانه بعد معناها الانتخابات بتاع 29 اكتوبر واللي احنا ما حضرناهاش مليح، والظاهر يبدو ظاهر انه مش ممكن باش 10 اشهر فقط تفصل معناها ما بين تغيير النظام وانتخابات عامة. معناها كأنه كان يجي واحد يعاود يفكر يلقاها انتخابات متسرعة برشا وما وقعش التفكير فيه. لكن توا هذا اللي حصل ومسؤولية جماعية، ولكن كل واحد منا يلزم يتحمل مسؤوليته في إصلاح معناها الوضع السياسي. والمسؤولية الكبرى تلقى طبعا على الأحزاب اللي تحملت مسؤولية الحكم، رغم اللي هي ما نجحتش في انتخابات تشريعية، هي نجحت في انتخابات مجلس تأسيسي، ورغم ذلك معناها نجم نقولوا أنها استولات على الحكم معناها بدون مقدمات، أن استولات على الحكم وأساءت استعمالها. وبالتالي احنا في موقع اللي هي حركة النهضة يجب أن تتراجع عن موقعها أو عن موافعها التي اكتسبتها بدون شرعية. تحليلك الشخصي على الرئيس مصطفى مرزوقي كرئيس لدولة قامت فيها ثورة؟ رئيس؟ كرئيس لدولة قامت فيها ثورة. والله ايش تحب نقول لك، لعل في كلتا الحالات لعل منصف المرزوقي رمز، لكن لا أدري لماذا. ومن حسن الحظ أنه رئيس ليس له صلاحيات، لأنه لو كانت له صلاحيات لما أساء استعمالها أكثر من ما هو فيه. من حسن حظ تونس أنه ليس له صلاحيات. معناها ترى اللي المنصف المرزوقي قبل ما هوش ثورة، قبل الثورة منصف المرزوقي حاجة وتوا حاجة أخرى. لا أنا قبل ما كانش يعجبني حتى قبل الثورة، لأنه إنسان معناها مهرج يعمل السياسة بدون وسائل السياسة، بدون تكوين قوة سياسية. أنا نفكره مرة قال في 2006 قال باش نجي وباش البلاد، كان يظن أنه وقت اللي هو باش يدخل لتونس الحكم باش يطيح. معناها يظهر لي إنسان مغامر، ومن قبل ما كانش يعجبني معناها، وينادي العصيان المدني وحتى حد ما تبعه. لكن الظرف الفوضى اللي معناها احيانا اصابت المشهد السياسي هي اللي سمحت له باش معناها يبرز كشخص، ولكن اظن ان الظروف ما عادش مواتيه باش ويجب ان يتنحى بسرعه عن المشهد السياسي. لو كنت مكانه مع الصلاحيات اللي موجوده اللي هو شنو كنت تعمل مثلا؟ اولا هي الصلاحيات محدوده، كان يمكن ان يكون له خطاب متوازن يوحد فيه الشعب التونسي، وليس معناها خطاب تهريجي يخلق لنا في مشاكل داخلية وخارجية. هو إنسان ندد بالتوانسة ويحكي على نوع من التوانسة ويقول نصبت المشانق وكذا، معناها هذا كلام خطير. معناها هو عنده منسوب ليه ماضي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا يحكي معناها كيفاش معناها المشانق تنصب. وثم من ناحية الخارج تصريحات هدت أمن تونس. من حسن الحظ أنه يبدو لي أن الحكمة تحكمت في الجزائر وفي مصر باش ما ياخذوش عليه برشا، معناها ما خذوش عليه، وإلا لا كنا في مواقع أصعب من موقع وظرف طيب ياسر. بحكم عملك كرجل أعمال تونسي والاستثمارات اللي قاعد تقوم بها بالدولة، هل لك علاقات اقتصادية وتجارية مع الحزب الحاكم حاليا حزب حركة النهضة؟ ليس لي أي علاقة أنا في القطاع الخاص، لكن نلاحظ أنه القطاع الخاص اللي ما كانش يستثمر برشا في العهد السابق صار لا يستثمروا أبدا، ما عادش يستثمر بالكل، توقف حركة الاستثمار. وهناك بالعكس نحب نقول حاجة أنه الاستثمار الداخلي معناها ظروف الإدارة تشتغل بصفة طبيعية وعمل البلاد ترجع بصفة طبيعية. يلزم التوانسة أولا يستثمر في بلاده، والاستثمار الخارجي يكون عنصر مكمل وليس عنصر أساسي. ندخل طارق الشعبوني للحوار الثالث وهو نداء تونس. حبينا نعرفوا من هو طارق الشعبوني حاليا في نداء تونس.
أنا عضو الهيئة التنفيذي، المكتب التنفيذي الموسع، وعندي مسؤوليات جزئية في بعض المسائل. ما هو توجه نداء تونس حاليا بعد التطورات الحالية حول الحوار الوطني الرباعي؟ أولا أنا نظن نحن على أبواب معرفة هل هذا الحوار سينجح أم لا، ولازمنا الكل نأمل أنه غدوة يوم الجمعة بداية الحوار الوطني تكون ناجحة، واحنا نراهن على النجاح. إذا ما نجحش فكما قال سيدي سنرى كيف نواجه الوضع بطريقة أخرى، نعاود نفكروا في الوضع. لكن أنا نأمل أنه في الآخر الحكمة تتغلب، والحوار الوطني هو اللي يكون عنوان بتاع المرحلة الجاية. وما هو موقف الحركة بعد تأكيد النهضة على الحوار الوطني والمساهمة الكلية في الآن طارق الشعبوني باش ندخلوا في الحوار الثالث وهو نداء تونس. إذا من هو طارق الشعبوني حاليا في نداء تونس؟ طارق الشعبوني حاليا في نداء تونس عضو المكتب التنفيذي الموسع، ولي بعض المسؤوليات كمتابعة الانتخابات أو متابعة الجالية التونسية بالخارج. وما هو توجه نداء تونس حاليا بعد التطورات الحالية حول الحوار الوطني الرباعي؟ أولا الحوار الوطني الرباعي توا في آخر مراحله، يظهر لي مرحلة حاسمة غدوة يوم الجمعة 4 أكتوبر، وضرورة أن كل القوات تنسجم وتندرج في الحوار هذا اللي هو راهو في واقع الأمر راهو تضحيات متبادلة كما الناس الكل تعرف، لأن المعارضة قبلت بعدم حل تأسيسي ولأنه التأسيسي فاشل، وكما الطرف المقابل يلزم يقبل زاد اللي راهو موضوع الحكومة راهو ما عادش مقبول النقاش فيه. حكومة فاشلة تمطط وتضيع في الوقت لنفسها ولغيرها. إذا كان ما نجحش الحوار وانا نراهن على هذا الفشل فسيكون كما قال سيلفي سيكون رأي آخر، وستجتمع المعارضة من جديد وستنظر في الأمر وترى كيف تدبر الأمور. معناها ترى اللي هي باش تكون حرب أهلية مثلا؟ لا أبدا، لا أظن ذلك. أما معناها باش تعرض حركة النهضة باش تضعف البلاد وتعرض الاقتصاد نتاعها. إذا كانت تستمر في وضعها تعرض اقتصاد البلاد وأمنه إلى معناها الخطر، لأن الأمن والاقتصاد مرتبطين ببعضهم، لأن معناها وموقع تونس في العالم باش نوليو بلاد نتاع طلاب نتاع مدين يدينا باش معناها مثلا حركة النهضة تدعي أنها على صدد وهي أظن أنها تكذب في ذلك، معناها أنها على صدد الحصول على قروض خارجية لسداد مصاريف عادية للحكومة، وهذا في حد ذاته معناها من باب الخور ومن باب معناها الضعف الاقتصادي، أنه بلاد تتسلف باش تقوم بمصاريفها الجارية، معناها بمصاريفها العادية. بلاد تتسلف إذا لجأت إلى الاقتراض وباش أن تعمل استثمارات كبيرة يكون عندها مردود وتجب تخلص فيها، أولا تنمي الثروة الوطنية وتجب تخلص القرض هذيك من الاستثمارات هذيك وإلى غير ذلك. مش معناها باش تعمل قروضات من هنا لآخر العام باش تخلص بها الأجور والمصاريف العادية للحكومة. وموقف الحركة بعد تأكيد النهضة على الحوار الوطني؟ أنا نتمنى غدوة يوم الجمعة يكون يوم حاسم، يكون يوم معناها يوم امتلاء الحوار الوطني نهائيا ونمشيو في مرحلة جديدة من تاريخ تونس. حبيت نشارك في نداء تونس، حبينا نعرفوا أين الشباب وهل لكم منظمة شباب صلب الحركة؟ أولا أنا على حسب علمي ثم مسؤول شباب، ثم نواتات شبابية قد يكون أنها ستعقد معناها نوع من الانتخابات ولا ستبني هيكل وطني في إطار ما هو راهو معناها الشباب يوازي تنظيم وهيكلة شباب توازي تنظيم وهيكلة نداء تونس كلها في طور البناء، وبالتالي ثم خصوصية بتاع الشباب لكن في الإطار العام بتاع بناء حركة نداء تونس. معناها باش نلقاو منظمة للشباب في نداء تونس قريبا؟ منظمة أو تنظيمات في كل جهة، لا أدري هل سيقع توحيدها وطنيا أم لا.
كلنا نعرفوا اللي نداء تونس ما عندوش توجه ايديولوجي معين، معناها ماهوش يمين ولا يسار معين ولا الكل، معناها فما في نداء تونس موجود تجمعيين، موجود نقابيين، موجود يساريين، موجود مجتمع مدني. معناها هل ترى نداء تونس حزب حاكم في تونس قريبا؟ اولا الشيء اللي يوحد نداء تونس هو الوضع اللي يفرق توا التوانسه هو النموذج المجتمعي. متفقين نداء تونس الكل مجتمعين اللي هو لازم نجعل المسار الديمقراطي، لازم يكون عندنا اقتصاد في نفس الوقت متفتح على كل الطاقات، يلزم نعالجوا المشاكل اللي حجت بها الثورة. اولا التفاوت بين الجهات، لازم نلقاو حلول باش نعمل استثمارات كبيرة في الجهات اللي هي اقل حظ من غيرها، محرومة وبعدت على خصوصا بعدت على الشواطئ وعلى امكانيات التطور الاقتصادي. هذا الكل باش يجعل ديناميكية جديدة في البلاد. هذا يظهر لي يوحد نداء تونس أكثر من جمع ليزيتيكات بوليتيك، معناها كل واحد يلصقهم على الآخر. ثم العناصر التوحيد هو أنه عندنا مهام كبيرة باش نحققوها لفايدة تونس، وبالتالي النجاحات والانتماءات السابقة هي كما قال سيلباجي في الندوة الوطنية الأخرانية، هذه انتماءات سابقة كل واحد عنده الحق يكون فخور بها، لكن يلزمها تذوب في إطار نداء تونس. معناها تأكيد لكلامك نداء تونس كذا نفس التوجه نتاع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اللي كان قاد الحزب الاشتراكي الدستوري بمختلف الايديولوجيات، يعني ما كانش يمين ولا يسار ولا، معناها كان كل الأطياف لبناء تونس وقتها. والله القائد الراحل الحبيب بورقيبة قام برشا حاجات ما ثم حاجة ما عملهاش وهي الديمقراطية، وبالتالي الآن وفي إطار ديمقراطي، في إطار تنافس الحزبي، وفي إطار حرية الانضمام أو عدم الانضمام إلى أحزاب باش نحبوا نبنيو تونس جديدة وتكون تواصل لأحسن ما ثم في الماضي. أما ثم قطيعة زادة ما عادش انتهى عهد الحزب الواحد وانتهى عهد معناها تحديد أو احتكار الحريات أو معناها التعسف السياسي. معناها تأكيدا لكلامك نداء تونس مش باش يحكم وحده إذا نجحت الانتخابات. والله يحكم وحده أو ما يحكمش وحده، الحكم للناخبين ساعة. أولا يلزم الناخبين يعطيوا شنية نسبة علاقة القوة ما بين الأحزاب، ويلزم تكون عند الأحزاب إرادة التعاون ما بين بعضها، لكن شكون مش يحكم وشكون مش باش يحكم هذا الكل هو احنا لازمنا نتعاودوا على الديمقراطية، لازم نتعاونوا الكلمة الأولى للشعب. بعد الانتخابات نعرفوا شنو هي التشكيلات الحكومية وشكون باش يتحاسب على شكون حسب وزنه وحسب الطاقة نتاعو وحسب الثقة اللي عطاها له الشعب. حاليا برشا أطراف سياسية كبيرة في أحزاب كبيرة زادة استقالت وانضمت لنداء تونس. والله أنا ما نظنش اللي نداء تونس قاعد يكبر على حساب الأحزاب الأخرى. نداء تونس قاعد يكبر لأنه برنامجه يستقطب عدد كبير من التونسيين، ويلزم يزيد يستقطب. كل حزب من الطبيعي أنه يستقطب عناصر وناخبين أكثر ما يمكن، والمهم أنه هذا يتم في إطار ديمقراطي وشفاف. ننتقل للفقرة الرابعة وهي فقرة المقتطفات وباش نسألوك بعض الأسئلة. أنت صرحت للجريدة التونسية أنك لو لم تكن في حركة التجديد سابقا لكنت اخترت التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. والله وقتها يمكن قد يكون هذا قبل 14 جانفي، يظهر لي أميرة محمد جات استجوبتني، قد يكون وقتها كنا نفكروا باش نعملوا حتى مشروع وحدوي، لكن الظرف السياسي تبدل ومعناها الجملة هذه صارت غير واقعية وكاو بعيدة عن الواقع الحالي. معناها رغم اللي أنا كنت وكن الكثير ولا زلت أنا ديما أولا السياسة ديما في إطار الاحترام المتبادل، معناها ديما نحترم الناس وديما ما نحبش التهجمات، لكن تكتر اختار طريق ويظهر لي أنه الناخبين تو يحكموا عليه. معناها تأكيدا لكلامك التكتل كان ماشي في مسار والآن بعد الانتخابات ولا في مسار آخر؟ لا مش بعد الانتخابات، أنا نحكي على 14 جانفي كنا مع في حركة التجديد بدينا نحكيو على خطوات الأولى في التوحيد معناها، لكن هذه توا صارت الموضوع تجاوز زمن بكثير معناها، ثم أشواط أخرى فاتته معناها هذا تنجم تقول من الأرشيف القديم معناها. يحسب لي شخصي معناها ريسيرش كبير عملت عليك. بارك الله فيك، لكن هذا الكل ولا يسمى من السياسة، هي أنك تتصرف حسب الظرف، عندك مبادئ تحاول تصرفها حسب ظرف معين،
مش واحد يتشبث بمواقف سياسية، رغم ما نحبش نعمل أحكام أخلاقية على الناس، لا أنا خير منهم لا هم خير مني، لكن هذا وعلى كل حال حتى في الفترة الأخيرة حتى التكتل راهو ساهم وقت اللي رئيس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس علق أعمال المجلس، يظهر لي بصفة أو بأخرى عاون على خلق جو معناها الحوار الوطني، كونه مش هو قام بكل الأدوار ولا قام أخطاء، هذا موضوع آخر. سياسيا وبكل صراحة، ما هي الوزارة التي تستهوي طارق الشعبوني؟ والله أنا لو كان ثم وزارة تستهويني هي وزارة الزراعة، لو كان نختار أنه أنا نحب نكون وزير الزراعة باش الناس الكل تدفع ضرائب بمساواة، ومش فقط الأجراء اللي يقتطعوا عليهم من المورد، لكن الآخرين الفئات الأخرى تساهم في دفع ضرائب زاد. تشوف نفسك وزير اقتصاد؟ لا وزير، أنا أقول لك وزير الضرائب مش الاقتصاد، نحب ندفع اللي ما يدفعوش في الضرائب واللي قاعدين توا يعيشوا على عالة على التوانسة الآخرين، يستغلوا مصالح الدولة وما يدفعوا حتى فرنك ويعيشوا مع الآخرين وينعموا بالأمن وينعموا بالدفاع الوطني وكذا، وهو معناه يصور في مئات الملايين، يهز في كمان يهز فيهم يخرج فيهم في الحدود ويرجع ويصور 200 مليون في الجمعة ولا حاجة كده ما يدفع شيء، وغيره يصور 1000 دينار في الشهر يقصوا له 250 دينار ولا 260 دينار ولا 300 دينار من الأجرة بتاعه. أنا نراها هذه شكل من أشكال عدم المساواة في تونس. يعني في إطار الفلكة لو ندي تونس خذ الحكم قريبا نجم نراو وزارة اسمها وزارة الضرائب. لا ثم بلدان فيهم ثم بلدان فيهم في إيطاليا اسمها أجنسية ديلي انتراتي، معناها وكالة المداخيل، معناها تنجم تكون وكالة مداخيل الدولة. فما بلدان آخرين فيهم في أمريكا ثم لايرات الانترنال ريفينيو الانكم ريفينيو سيرفيس، معناها وزارة كبيرة مهتمة باش الناس الكل تدفع الضرائب، وعندها سلطة خاصة وتجب تتدخل في كل شيء باش الناس الكل تدفع ضرائب. وانا نراها دفع ضريبة والمطالبة بالحقوق السياسية الزوز يمشوا مع بعض، ما ثماش معناها سبب باش واحد يطلب حقوقه السياسية وما يقومش بواجبه الجبائي. وإذا كان يلزم تطوير القوانين نطور القوانين، لكن يلزم أيضا تطبيقها. معناها أنت مع الاستثمار الأجنبي مثلا؟ أنا نراه مكمل للاستثمار التونسي، ما نحبش بلاد مسكرة، أما بلاد اللي أهلها والناس اللي فيها ما يؤمنوش بها ما تجيش تتطور. وأنا لو كان جيت مستثمر أجنبي ونسمع اللي التوانسة ما يستثمروش في بلادهم، لأن نقول هذه البلاد هذه ماليها عارفينها شيء ما تجيبوا فيها حتى شيء، وعلاش أنا جاي من برا وباش نكون أنا أذكى منهم ماليها. هذه الحاجة اللي تخليني أنا نؤمن اللي الاستثمار الداخلي هو أهم من الاستثمار الأجنبي بدون استبعاد أي حد. تو بكل صراحة طارق الشعبوني الكل يعرف قياديين نداء تونس، لكن رغم العمل الميداني اللي قاعد تقوم به سيادتك فهناك أقلية تعرف طارق الشعبوني، فهل هذا اختيار أو هناك تعتيم لشخص؟ والله أنا نظن هذه حكاية الشهرة وعدم الشهرة أنا نظنها نسبية جدا، خاطر مش لازم واحد يكون مشهور وتجي ثم الناس اللي مشهورين وبعد الشهرة راهو تجي تنقلب تنقلب، وبخصوصك الشهرة التلفزية الناس ما تعرفش اللي تلفزت تستهلك الشخصية تطلعها بالفوق ومن بعد تهبط. أنا نؤمن بالعمل الطويل المدى، نؤمن اللي في الأخر معناها كل حد باش ياخذ بلاصته. سواء في تونس معناها طبعا حاجة طبيعية كل واحد يحكي على روحه شي حد، لكن في الأخر العمل الميداني والعمل الممنهج والمنظم هو اللي باش يبرز. معناها طارق الشعبوني رجل سياسة ميداني بالأساس وليس رجل سياسة بلاتوات. والله أنا أولا نحب نشكر الثورة هذه لأنها هي اللي خلتني نولي ميداني. قبل كنت في عمل تعرف في النظام السابق العمل السياسي المجال بتاعه ضيق جدا، وبالتالي الثورة هذه هي اللي خلتني نكتشف الميدان، وانا فرحان اللي انا اكتشفت الميدان ونجم نحكي مع مواطنين بكل حرية، ونجم نحاول نحلوا مشاكل في ولاية أريانا، نتعرفوا على مشاكل سكرة، نتعرفوا على مشاكل غواز، نتعرفوا على مشاكل أريانا، مجالس بلدية جديدة. بالحقيقة أنا بالنسبة لي أنا اكتشاف كبير معناها، لكن أنا هذه حاجة فرحني برشا.
معناها تخليني نؤمن اللي العمل السياسي مش فقط معناها إفيه ميدياتيك أو معناها العمل السياسي هو أيضا اهتمام بمشاغل المواطنين والمحاولة رغم توا الوقت صعيب على الأقل توا واحد أو ما ولا يعرف مشاكل العباد. وقت اللي نهار اللي واحد باش يتحط والحزب نتاعنا يتحط في موقع معناها باش يقرر يبدأ على الأقل عنده صورة أوضح من توا. على ذكر ولاية أريانا معناها حبينا نعرفوا علاقة طارق الشعبوني بولاية أريانا. أنا أولا جيت نسكن في أريانا توا عندي 50 سنة. دونك أريانا هي معناها تجم تكون رغم اللي أنا مولود في صفاقس. أريانا هي جزء من طفولتي، هي معناها حومتي، هي في أريانا جديدة، هي حومتي مدرستي فرحات حشاد، هي معناها هي المكان اللي نخدم فيه توا مقر شركتي. دونك حياتي اليومية وأيضا جزء سياسية بصفتي كنت نوب على ولاية أريانا قبل معناها كلها مرتبطة بأريانا ولكن هدايا الكل معناها جزء على خاطر احنا توا الكل في ارتباط ببعضنا. ولاية الجمهورية الكل مرتبطة ببعضهم ومعناها الكل تعاني من نفس المشاكل تقريبا رغم ما يبدو من أن البعض محدود على الآخر، لكن توا معناها الفن والوسخ والبطالة والواحد ضاربة في جميع جهات الجمهورية. ولهذا أريانا يمكنها باش تنهض ويلزم تنهض بالناس اللي فيها، ولكن يلزم تنهض البلاد كاملة بكل أبنائها. والنادي الأفريقي والله النادي الأفريقي هذه علاقة خاصة جدا، لأن بالخصوص مرة أنا النادي الأفريقي هو الفريق اللي يعجب خويا وولدي، ولهذا أنا لازم تقول في هذه مانيش زعيم، أنا تابع أكثر من اللي أنا معناها لقيت روحي في السياق بتاع مع ولدي ومع خويا معناها أكثر من اللي أنا معناها مانيش أنا فان لكن بدون تحمس كبير. معناها ما نجموش نروح مثلا رجل من رجال النادي الافريقي؟ ابدا ارفض الخلط بين الرياضه والسياسه رفضا مطلقا. هذا فيه توجيه رساله لسليم الرياحي؟ ابدا، هي موجهه لجميع من يريد ان يهتم. انا في رايي تسيير الجمعيات يلزم يولي عمليه مهنيه، يجيو دي مانجر، يجيو ناس يحسنوا التصرف المالي والاداري والاجتماعي، يتلاهوا بالملاعبية حتى في جوانبهم الاجتماعية والنفسية. هم شباب ما يدخلهمش في بوتقات وفي مشاكل كبيرة، يتلاهوا بوضعيتهم الاجتماعية، خلصوهم مليح، قيدوهم في السنفات، معناها يعني يفكروا لهم في المستقبل بتاعهم. هذا الكارير سبورتيف تدوم 10 سنين ومن بعد واحد يلقى روحه 32 33 سنة عنده طرف فلوس ومن بعد يغبر في الطبيعة ينجم يضيع. يتلاهوا بيهم، يعملوا لهم كارير، يلموا لهم فلوس ومن بعد يحطوهم في مشروع وكذا. يلزم ناس عندها اسبرين تاع باش تضحي. ثم ناس تعطي الفلوس، ثم ناس تعرف تتصرف فيها، مش نفس الناس، مش اللي عنده الفلوس هو اللي يحكم في الجمعيه. فهمني ولا لا؟ هذه راي خاص ومش بالافريقي مركره، ماهوش تابع الافريقي، ما عندوش حتى علاقه بالافريقي. فهمني ولا لا؟ يلزم حكايه ويلزم الرياضة تكون وقت بتاع تفرهيد وبتاع سبيكتاكل حلو واحد وكل، ما توليش حاجة أكبر من حجمها على خاطر من بعد تنقلب عليها. سمح لي، علاش تهربت رغم أنه وليت أريانا كاملة تعرف اللي أنت من عشاق النادي الأفريقي؟ هي مثالش أنا مانيش تهرب ياسر، أما الخلط ياسر ما بين الرياضة والسياسة ما يفيدش الزوز، معناها ما يفيدش معناها ثم ناس تحب تستعمل الرياضة. هاو كان نحب الفريق الفلاني، يا أنصار الفريق الفلاني راني أنا متاعكم هيك، أنا ما نحبهاش، ما نحبذش النوع من الخلط. أنا نحب نستكمل النقطة هذه ونحب ناخذ رأيك في سليم الرياحي سياسيا في حزبه ورياضيا في النادي الأفريقي. رياضيا في النادي الأفريقي ما عندي حتى تعليق. فيما يخص السياسة أنا نهضي ثم حزب زايد ولا حزب واحد زايد، ثم زوز 3 4. أنا في رأيي ثم 3 أقطاب في السياسة التونسية. ثم حركة النهضة والأحزاب الشبيهة لها، ثم نداء تونس، ثم الجبهة الشعبية. توا المشهد السياسي توا في الانتخابات اللي فاتت الناس تعبت باش تشبح ب 100 حزب
تهبط المواطن العادي يحب 3 اختيارات، ثم الجبهة الشعبية، ثم نداء تونس، ثم النهضة. أما الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس اللي فيه المسار والنداء. نعتبر الأحزاب الأخرى شبه متحدة مع معناها المسار والجمهور، نعتبرهم أنهم في القطب مع النداء، مش أحزاب، ماناش فرد حزب. أما كائتلاف احنا مع بعض، مع بعض كائتلاف احنا مع بعض. ما تراوش الاتحاد الوطني الحر مثلا يدخل مع النداء حاجة؟ والله هو كل واحد باش يختار. معناها أنا في رأيي كثرة الأحزاب تتحل وقت اللي الأحزاب الكل تتجمع مع بعض وتعمل برنامج سياسي يكون واضح. ما ينجمش يكون برنامج اتحاد من أجل تونس وجبهة شعبية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ما يشبهش بعضه. مش لازم واحد يغالط الناخبين ويقول لهم رانا احنا متفقين ومش متفق. معناها ناخذ نقطة من نقاط معناها حكاية المديونية وكذا. رأي الجبهة الشعبية محترم، لكن أنا في رأيي غالط ومش باش يكون مش واقعي، ولكن نحترم بعضنا ونتلقاو في عديد المجالات. وحركة النهضة نموذج آخر وأفكار أخرى عندها الحق باش تكون موجودة في البلاد، أما احنا ماناش متفقين معها. عندي سؤال من صديق ليك في ريانا حب يوجهه ليك، وهو شنو شعور طارق الشعبوني لما يرى النادي الافريقي بطل؟ والله انا ماذا بيا الفياق الكل تكون بطلة في اخر عام 14 فريق يجيولوا لي وتاخذ الجيش. هو سؤال من صديق ليك. نعرف ثم الأسئلة شعورك ثم الأسئلة المحرجة. أنا نحب الفرق الكل تنجح. تحب المنتخب الوطني طبعا. كلمة أخيرة، أول حاجة للشباب التونسي وثاني حاجة للأحزاب. أولا الشباب التونسي يقول له أنه رغم الصعوبات أنه يعيش فترة استثنائية في تاريخ تونس. باش نعطيه فكرة أنه الشياب ولا يحسوا روحهم شباب، ورغم ذلك يجب أن يفتحوا المجال للشباب. معناها فترة هذه فترة تأسيسية، معناها اللي باش يصير في ال4-5 سنوات الجاية باش يأثر على تاريخ البلاد لمدة 50 عام. هذا كي باش نبنيو تونس حتى كان باش نبنيو بالمعوج باش تقعد معوجة وتصلح فيها تصليح بشوية. أما كيما هذه كيما الاستقلال، هذه دولة جديدة اخترنا في تونس التنمية بلاش الديمقراطية. توا يلزمنا التنمية والديمقراطية. والديمقراطية مبنية على المشاركة، والشباب عنده طاقة كبيرة وفرصة كبيرة باش صحيح اللي إلى حد الآن ثم نظرة ويظهر لي ما نعرفش من المجتمع التونسي وإلا من المجتمعات العربية خصوصا ما يعطيوش الثقة في الشباب. ديما الشباب يلزم يوري اللي عنده، بعد يعاود يوري اللي عنده، بعد يعاود يوري اللي عنده، وديما ما يظهرش. معناها هذه من نقاط الضعف تاع المجتمعات العربية الكل. أنا مش نشبه روحي، أنا في عمر ناس في بلدان آخرين وصلوا إلى مرحلة التقاعد السياسي، حكموا بلدان عندها اقتصاد وأكبر من تونس 100 مرة، وتوا في مرحلة أخرى من حياتهم، على خاطر كل فصل وفصله في الحياة. احنا المجتمعات العربية ما نوصلوا الواحد المسؤولية إلا ما يولي تعب ومريض وعنده الروماتيزم وعنده ما نعرفش شنو وعنده هكا وعنده الوجيعة في الظهر واشتر الربع الوقت يعدي فيه في الطبيب، وقت يعطيه المسؤولية، وقت اللي هو ما عادش. هذه مرض إن شاء الله الأحزاب والمجتمع التونسي يتعلم. وانا عندي قناعة اللي مدة بعد 5 سنين تقريبا المشهد السياسي سيتغير، وبالتالي دعوة للشباب انه ما يأيسوش، رغم اللي حتى التوى ما حسوش حاجة كبيرة وما شافوش تغيير كبير وعندهم الحق في ذلك. اما لا محالة المشهد السياسي مثلا مش يتغير برشا. المشهد الاقتصادي اذا كان الامور شدت على السكة ومشيت في طريق اخر غير اللي قاعدة تمشي فيه توا، يلزم الشباب يعمل باش الامور تمشي في الاتجاه الصحيح. انا نظن اللي معناها الشباب عنده يلزم يحس انه الوقت وقته هو، وانه معناها والاحزاب اذا كان واحد بشكل الاحزاب كل ما يجب ان تعطي مكانه اللي هي الطبيعيه بالنسبه للشباب، ما هيش مزيه والا واحد هي ضروره، لأن الأحزاب والمجتمعات تعيش بشبابها
وثم الطاقة، وكل حد عنده دوره في وقت اللي ما عادش في المسؤولية يبقى مستشار، يبقى كذا، يبقى يعاون من تالي، يبقى ينشط في مجالات أخرى ويخلي المكان من غيره، على خاطر ما اللي ما ينجمش يقوم بالمسؤولية وقت اللي بيجي وقت واحد ما عادش ينجم يقوم بالمسؤولية، وما عادش ينجم يقوم بالمسؤولية، ما عادش ينجم يخبي، خاطر كل شيء يظهر تو ولا يظهر فيه ساعة. تشوف في عامين حكومة طلعت وكانت عندها ناس تنصر فيها وتو ناس تنتقد فيها وحتى حد من النصارى في عامين، ما يجيش حتى عامين، يعني تو ولات الإجابة السياسية ولات سريعة جدا، ولهذا وقت اللي واحد حركة ماشية ماذا بيه هو زاد يعاونها ويمشي معها خير من اللي تولي ضده ويولي ثورة الشباب ضد الشياب. هذا ما أنا ما نحفظوش، ومن الأحسن أنه الأحزاب والمنظمات تعطي مكانها للشباب بصفة مدروسة وسريعة. شكرا طارق الشعبوني، وإن شاء الله أيمن قريشة ما نقلقكش في الحوار اليوم في بوليتيكا. شكرا على فتح المجال، وإن شاء الله نشوف تونس بخير. بارك الله فيك.